استاذه حنان. وبنبارك لها على اخر ديوانين. ونبارك للاستاذه ايمان على اخر ديوان ليها. ديوان حكايه 1000 بنقول لها الف مبروك. ده اخر اصدارات الكاتبه الاستاذه ايمان زغني، فالف مبروك. انا ليا طبعا يعني 5 أو 6 دواوين، وعندي روايه ومجموعه قصصيه. ربنا ييسر يعني الواحد يعمل اكتر. الروايه اسمها ايه يا استاذه لو سمحت؟ اسمها امينه. أمينة. كان الناقد دكتور حسام عقل عشان لذكراها يعني وكده. وطبعا هي اسمها غريب شويه بس هي بتحكي قصه حلوه قوي، وان شاء الله ربنا ييسر وتعجبكم. يعني هي موجوده عامه في مكتبه ليلى، شارع جواد حسني، هي والمجموعه القصصيه. أنا هقول لكم قصيدة عامية يعني رومانسية، وهنقول واحدة وطنية. تحبوا تسمعوا أنهي الأول؟ الاثنين طبعا. لا بس اختار. طب نبدأ بقى، نبدأ عشان احنا لسه بدأتيش؟ اونلاين. أنا بادئة من زمان. لا والله بجد. بادئة كل ده على الجريدة. معلش أنا آسفة. أنا عمالة أدور على القصيدة. كل ده يا حنان. الاستاذ سيد معلش ورا الاستاذ ورا نكتب اسمه. القصيدة اسمها مشوار حياة. 1000 كلمة وحرف كامل يتمنوا يكونوا لي، 1000 بسمة و1000 ضحكة كان نصيبهم بين ايديك. لكن انت حبيبي رافض. علي صوت شوية. بعد اذنك. لكن انت حبيبي رافض امشي سكة رايحة ليك، رافض اني اكون في قلبك او لقلبك اكون شريك. كنت خايفة من طريقي اللي مشيته كله ليك، غصب عني غصب عني مش بخاطري، دمع عيني بيناديك. كنت خايفة اكون معاك أو أكون لك في حياة. قلت يمكن أهون عليه أو ياخدني بين إيديه. قلت صعب أعيش حياة أو أكون دايما معاه. عشت حالة من الجفا كلها هجر وأسى، ضاع معاهم 1000 كلمة و1000 معنى للحياة. يبقى إيه معنى الحياة مهما طال الليل معاه؟ دي بقى القصيدة الرومانسية. نشوف بقى. وننتقل لقصيدة وطنية لكاتبة الصحفية إيمان زغني. اسمها مصر المحروسة. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر وبعشق ترابك. بحبك يا مصر ودايما في بابك. بحبك يا مصر وبعشق ترابك، ودايما في نصر وخيرك في بابك. حروفي بترسم هوايا في هواكي، تملي في حضنك وقلبي معاكي. يا شايلة همومنا على جبينك، الله عليكي وربي يعينك. يا رافعة رايتنا بعزة وكرامة، هقولك بحبك وعندي الأمارة. يا أم التاريخ وأم الحضارة، تاريخك بيرسم أصالة وعراقة، ومجدك بيدخل على القلب طاقة. حفظنا عليكي بكل جدارة، وجيشنا العظيم صاين ترابنا. على الأعادي حنينة وسندنا، وشرطة بلدنا ما هي ولادنا، يضحوا عشاننا وتعيش بلدنا. خرجنا في يونيو وقمنا بثورة، رفعنا رايتنا وقلنا بقوة. يا مصري يا مصري هقولك نصيحة إخوة، إزاي تعيش من غير ذاتك؟ دي مصر روحك وحياتك، وفيها أهلك وإخواتك. اوعى في يوم يجي عدوك
في أرض بلدك ويذلك، وعن طريقك يضلك. خليها سترك وذلك، حبها حبها بكل ما فيها، وافني حياتك فدا أراضيها. ما انت بنيها وانت حميها، ودمك سال على أراضيها. صون وحدتها، ده انت حياتها، وانت الماضي وانت الحاضر والمستقبل. فاكر لما هزمت عدوك كل الكون اتكلم عنك، قالوا المصري هيفضل مصري، سابق سنه وسابق عصره. حقق حلمك، جمع شملك، اوعى في يوم حد يهمك. مصر هتبقى رغم أفاعي. مصر دي وطنك، مصر دي أمك، مصر بجناحها بتضمك. اوعى في يوم تتخلى عنها، سجل اسمك جوه تاريخها، اكتب فيها مليون قصة. مصر ديوان مليان 100 قصة، ما يخلص تاريخها بحصة. وصفوها في كتاب ورواية، مصر بتكبر جيل ورا جيل. وانت يا مصري والله أصيل، وانت يا مصري والله أصيل. الله. شكرا للأستاذة إيمان.